السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. هذا هو ترتيب الدوري الإسباني حاليا. برشلونة في الصدارة ب50 نقطة، ريال مدريد ب45، 39 لسوسيداد، أتلتيكو مدريد 34، 31 كل من فياريال وبيتيس، رايو فايكانو ب29، 28 لأوساسونا بلباو، 26 25 لمايوركا. الميريا 22 21 كل من جيرونا، واشبيلية 20 نقطة لفالنسيا، اسبانيول، سلتا فيغو، ريال بلد الوليد، قادش 19، ختافي 17، إلتشي 6 نقاط فقط. إذا امتد صيام ريال مدريد عن التهديف، فقط مباراة ونصف، واسنسيو هو من سجل وغير مجريات المواجهة. صحيح، هدف ممتاز من اسنسيو ومن اكثر اللاعبين يسدوا على المرمى. ذكرنا باسنسيو القديم. صحيح، يسد الكثير على المرمى اللاعب اسنسيو. شوف هذا الهدف الثاني. واللاعب اعتقد ان في الشوط الثاني فينيسيوس فتح توربو كان مغلق في الشوط الاول. على فكرة انت طالبت بين الشوطين عدم اخراج اسنسيو، وهنا اتت ثمار عدم اخراج اسنسيو. صحيح، هذا 7 دقائق بعد سجل الهدف الاول. رايك في هذا التصرف؟ لا، تصرف نتاع لاعب غبي ولاعب متهور. ويستحق الورقه الحمراء. هذا مش معقول، معناتها فريقه منهزم 2-0 بالطريقه هذه. كان ممكن معناتها تهور ومحاوله ايذاء، محاوله اعتداء على لاعب فينيسيوس اللي ارهق الدفاع في الشوط الثاني بالسرعه نتاعو وامكانياته. ولكن انا سيبايوس كان ممتاز، اسانسيو، وبطبيعه الحال لاعب فينيسيوس. اعطينا رجل المباراه، رجل المباراه على محاولات الايذاء والاعتداء التي كانت واضحه عليه. صحيح، اللي كان هو وراء كل خطوات ريال مدريد، خصوصا الجهه اليسرى. حتى تمريرته الهدف اسينسيو كان هو اللي بدا الهجمه من الجهه اليسرى. يجب كذلك الاشاده بسيبايوس. نعم، سيبايوس في المباراه الاخيره اصبح لاعب مهم في ريال مدريد، الذي لم يشارك تقريبا منذ مجيئه الا في دقائق. الان نشوف كيف تغير هذا اللاعب عندما اتيحت له الفرصه، اعطاها ثقه المدرب واصبح من افضل اللاعبين، اصبح الان لاعب اساسي في وسط الملعب. وكانها صفقه جديده لريال مدريد. من الاعاره لهنا لاعب لما ما يكونش عندك اساسي عنده امكانيه تعيره لفريق اخر يلعب اساسي سنه سنتين ويعود لك بعقليه مختلفه ومستوى اخر. لما سلفوه لفريق اخر نشوفوا رجع بقوه اللاعب هذا واصبح من افضل اللاعبين في ريال مدريد.